صياد سمك فقير، عنده أطفال وزوجة، يعيش على البحر فقط على الرزق، يروح يجيب السنارة أو الشبك يشمر بالماء، يطلع على رزق. هاي خير وبركة. مرت عليه أكثر من 6 أيام هو بلا صيد. يوم السادس اتأخر إلى حد العصر، عياله شارفوا على الهلاك من شدة الجوع، قتلهم الجوع، ألم بهم الجوع، شارفوا على الموت. تدري هذا أبو البيت إذا العائلة يصيبها الجوع هو قلبه من يمه يوقف. الله يعينه، كان قاعد على النهر يبكي، توسل بالله تعالى فنظر إليه الله تبارك وتعالى بعين الرحمة. شوية مد الشبك مالته، صار الشبك ثقيل، سحبه طلعت بيه سمكة شبيرة، ارتاح، استبشر، استأنس. شاف هاي السمكة الكبيرة سافرت بيه الأحلام، قام يتخيل أنا هاي السمكة راح أخذ اليوم ربع منها أسوي عشاء، والربع الثاني باكر غدا، وأخذ فد نص من عندها أوديه البيت فلان، وفد شوي من عندها أوديه البيت فلان هم فقرة، وفد شوي بعد عايش بأحلام السمكة. وإجا الموكب مال الطاغوت مال الملك، اترك السمكة صاح الحاجب. قال ليش؟ قال الملك يريدها. جلالة الملك أخذ السمكة منين؟ من الفقير، أخذ اللقمة من فم هذا المسكين، خذوها السمكة وراحوا. الملك مجرد ما أن أكل السمكة عنده مرض السكري، نزل انضربت رجله بالدرج، انجرحت رجله، ثاني يوم شكل عده القنقري اللهم عاف. جابوا له حكيم قال له لازم ينقطع اصبعك، صار عنده اصبعه عزيز ما قبل يقطعه، تاخر يوم يومين، اجوا قالوا له نقطع للركبه النوب ما يقبل بالاصبع. يوم يومين قالوا له ناخذ من فخذك. عجيب، بهالاحيان كانت المملكه كلها هذا او زينه، اضطربت المملكه باهلها، صارت طلايب وفوضى ومظاهرات وشيء على مملكته. تعجب، قال لهم دزولي على حكيم خلفتهم، شنو اللي جاي يصير؟ رجلي انبترت، المملكه انقلبت راس على عقب، شنو اللي جاي يصير؟ باختصار اجى يم الحكيم، قال له حكيم ما تحكي لي، قال له لي الامان، قال لك الامان. قال له حكيم ما تحكي لي، قال له لي الامان، قال لك الامان. قال له هم عندك واحد ظالمه انت في مملكتك؟ قال له ما ادري، بس ما اذكر انا ظلمت احد. هم اكلت حق احد؟ ما ادري. صاح للوزراء قال لهم تعالوا يابا شوفوا انا ظالم احد، ما اكل حق احد؟ قال له نعم، لانه اللي جاي يصير بيك غضب الهي، اللي جاي يصير بيك غضب من الله. واحد من الوزراء قال له يمكن ذاك السماد شور بينا اللي مرينا عليه وكذا وكذا. قال لهم جيبوه. راحوا لقوا السماج قاعد على المي ويبكي. تعال عم الملك يريدك، انبترت رجله والدوله احترقت. جابوه للملك، الملك التفت له قال له انت شنو هم دعيت علي؟ قال له لي الامان، قال بلى لك الامان. قال حاربتك بدعاء المظلوم. قال له ايش دعيت علي؟ قال له رفعت ايدي اول ما اخذت رزقي ورزق عائلتي، انا رفعت ايدي قلت الهي كما اراني قوته علي ارني قوتك عليه. احنا هم نقول له الهي مثل ما الفاسدين راوونا قوتهم علينا، راوينا قوتهم عليه، قوتك عليهم ان شاء الله، ان شاء الله بجاه الحسين.